وعبد الله زين رقم 11، وقدام احمد جمال عبد الله رقم 8 كابتن الفريق، وعلى شماله احمد محمد علي الجنايني الشهير بموكشة رقم 27. والبدلاء ابراهيم عادل جول كيبر رقم 16، وعمرو الهادي رقم 17، وعبد الرحمن منصور رقم 9، ومحمد اسامه حسنين رقم 6، وعمرو هشام عباسط رقم 20، وجمال مصطفى رقم 15، ومحمد وليد واحمد السيد. والجهاز الفني والاداري لفريق الشرقيه: السيد جاب الله مدير فني، احمد عبد الكافي مدير الفريق، هشام عباسط مدرب حراس المرمى، تامر سليمان مدرب، هيثم فتح الله فتنس كوتش، محمد جمال طبيب الفريق، بشير عبد الهادي خدمات معاونه، ورئيس قطاع الهوكي المستشار سعيد عابدين، ونائب رئيس قطاع الهوكي كابتن احمد فاروق السيد. اما فريق نادي مصنع الطائرات بيمثله النهارده محمد مصطفى جول كيبر، قدامه اسلام طارق رقم 8، طبعا السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. نادي مصنع الطائرات بيمثله محمد مصطفى جول كيبر رقم 1، قدامه اسلام طارق رقم 8، من اليمين للشمال احمد حسنين رقم 26، حسام رجب رقم 10، عبد الله انور الشهير بلالا كابتن الفريق رقم 11، في وسط الملعب محمد حمدي كمال رقم 7، مصطفى رجب لعبه رقم 3، احمد جمال العزب رقم 22، محمد نصر رقم 17، قدام باسم مختار رقم 27، واحمد محمود جلال برعي رقم 9. البدلاء لنادي مصنع الطائرات: محمود حسين جول كيبر، سيف الدين وائل رقم 4، محمود صلاح محمد رقم 23، حسن عوض 15، حسين عوض رقم 35، عبد الرحمن زكي رقم 24، محمد عصام حامد رقم 6. الجهاز الفني والإداري نادي مصنع الطائرات: كابتن مصطفى العسقلاني مدير فني، محمد الدش مدرب عام، محمد عواد مدرب مساعد، سيد الشحات مدرب مساعد، جمال درويش المدير الإداري، محمد صلاح طبيب الفريق. وطبعا رئيس مجلس إدارة نادي مصنع الطائرات اللواء ياسر عدلي، ومدير الفريق العميد هاني، ورئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات اللي هو محمد عوض، وكل ده تحت رعاية طبعا الفريق مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع. كل الامنيات والتوفيق طبعا للفريقين، الفريقين من مصر، وده اللي احنا كنا طالبنا بيه من البدايه، ان النهائي يكون مصري خالص. ووصلنا ان الشرقيه كانت هي في اول المجموعه الاولى. نتائج الفريقين كده: الشرقيه هنقولها الاول مباراه خسرت من نادي بورفؤاد 3-0، وبعد كده الشرقيه عادت من جديد وفازت على نادي ويسترن جاكوار الكيني بنتيجة 5-0، وفازت في المباراة الجولة الثالثة الشرقية، فازت على فريق نيجر فليكرز نيجيريا بنتيجة 7-0، ومباريات الجولة الرابعة في المجموعة الأولى فاز الشرقية على فريق كادا ستارز من نيجيريا بنتيجة 3-1، وكانت نقاطها 9 نقاط. وبالمركز الثاني كان بور فؤاد اللي حصل على برونزية بطولة افريقيا ب9 نقاط، بس كان فارق الاهداف لصالح الشرقية. كان يعني فازوا ب3 مباريات.
خسروا مباراة. الأهداف اللي ليهم 15، الأهداف اللي عليهم 4. الفرق بين الأهداف 11. كان بور فؤاد ليهم 9 نقاط وفرق الأهداف 10، والشرقية تصدرت المجموعة. لكن الطائرات طبعا فازت العلامة الكاملة ب4 فوز ب 12 نقطة. يعني فازت الطائرات على الزمالك 3-1 في الجولة الأولى. فازت الطائرات على GRA من غانا بنتيجة 5-3 في الجولة الثانية. الطائرات فازت على فريق اتحاد السيخ الكيني بنتيجة كبيرة 7-3 في مباريات الجولة الثالثة. وفي مباريات الجولة الرابعة قدرت الطائرات تفوز على الجامعة الأمريكية الدولية بكينيا بنتيجة 6-3. وادي بداية انطلاقة المباراة وتمريرة كده خلفية لفريق نادي مصنع الطائرات اللي بدأ بداية الشوط الأول. المباراة مكونة من 4 أشواط، كل شوط ربع ساعة ملعوبين، وما بين الشوط الأول والثاني دقيقتين، والثاني والثالث 10 دقايق، والثالث والرابع دقيقتين. وتاني الطائرات بتحاول توصل لباسم، ولعبوا معاه الكوره وبيدخلها جوه الدايره لباسم تاني، وخطيره بجوار القائم. كانت اول هجمه كده مباغته لفريق الشرقيه لفريق الطائرات، وتطلع بجوار القائم الايمن وتضيع من باسم. هجمه محققه نادي الطائرات. وتاني محمد حسن. وطبعا بيحكم المباراه دي الحكمه من بلجيكا، الحكمه الكسندرا من بلجيكا، ومعاها مناشي من زيمبابوي. وادي تاني ومحمد نصر، والطائرات داخله بكل قوتها، ومحمد باسم تاني، ومصطفى بيطلع كورتين كده خطره جدا. والطائرات داخله بحماس جامد من بدايه الشوط الاولاني. يعني فازوا ببطوله افريقيا مره وحيده، وفريق الشرقية فاز 27 بطولة أفريقية. هنشوف بقى والطائرات يعني داخلة كده هجوم ضاري من بداية المباراة، وفاول على الطائرات تحسبها الحكمة ألكسندرا من بلجيكا. والحكم الاحتياطي كونستانت من كينيا. وادي فليك كده من اللي بيعجب الجمهور للشرقية لقدام، تطلع ضربة جانب للطائرات. وقضاة المباراة في عندنا سمر نشأت قاضية من مصر، وفي فرايداي قاضي من كينيا، وفي تكنيكال اوفيسر TO البطولة جاستس من كينيا. كل التوفيق للفرقتين، فرقتين من مصر. وادي وصلت الكرة البرعي وياخدها ضربة ركنية من على خط 23. ياخدها ولعبه بيلعبها لابو تريكا، بيشوط كده وتيجي في دفاعات الشرقية، وتطلع ضربة ركنية لصالح فريق الطائرات. طبعا مباراة قوية، والطائرات نازلة بقوة كده. بيلعبها ناحية اليمين، وتوصل لأحمد حسين اللي بينزلها لتحت الحسام رجب. حسام بيطلع الكوره لقدام، ياخدها عمرو من الشرقيه، يلعبها قدام لعبد الله زين. الشرقيه بدات تهاجم برضو، لكن بياخدها محمد نصر ويحجز على كورته ويلعبها لالا كابتن فريق الطائرات، ينزلها لتحت لاسلام. اسلام ناحيه اليمين لحسام. حسام لعبه مصطفى رجب، طبعا محترف في ايطاليا، واستعان بفريق الطائرات في البطولة، وهو اصلا من ناشئي الطائرات ومن لاعبي الدرجة الاولى في الطائرات. وتاني لالا كابتن الفريق. وادي الكابتن محمد الدش بيوجه لاعبته، وابو تريكة بيلعبها لقدام لباسم، وباسم بياخد فاول، ومحمد نصر بيعدي كده، لكن عمرو بياخد الكرة، والحكم بيصفر على عمرو بيقول لك 5 متر. وتاني ابو تريكة، وبينالتي كورنر، ضربة ركنية جزائية. وموكشة طبعا بيقول لك ما مشيش بالكرة 5 متر قبل ما يدخلها الدايرة، وده فعلا من الاخطاء القانونية، ان لازم يمشي اللاعب بالكرة 5 متر داخل ال 23 قبل ما يدخلها. ده اي فري هيت او لونج كورنر. وعمرو برضو بيتكلم مناشي حكم زيمبابوي. واول ضربة ركنية جزائية للطائرات في الشوط الاول.
يا ترى يا هل ترى هيحصل ايه؟ في طبعا وقفت المباراة الحكمة الكسندرا من بلجيكا، وراحت لمناشي من زيمبابوي بتستشيره، بتقول له ايه، هل الضربة ركنية جزائية ام اكدت قرارها. وده في يعني في الرولز، في القواعد، ان انا لو في اي كابتن الفريق اعترض على اي كوره برجع للحكم التاني وباكد قراري، يا اما بيقول نفس القرار، يا اما لو هو شاف حاجه تانية بيغير في القرار. فهم اكدوا مع بعض ان دي تحتسب ضربه ركنيه جزائيه الاولى لنادي مصنع الطائرات. اسلام بيرفعوا 2 بلوك، حسام رجب ولعبها ل لالا، لكن بتضيع اول ضربه ركنيه جزائيه للطائرات. وبرعي بياخد الكرة كده وبيطلعها خارج الخط الجانبي، وياخدها عبد الرحمن بينزلها لحمادة عاطف اللي لابس شارة الكابتن النهارده. حمادة عاطف لاعب فريق الشرقية للهوكي لسنوات عديدة، ولعب في أندية كتير في مصر. لعب في نادي الصيادين، كان نشأته في نادي الصيادين، كان في محافظة الشرقية برضه، وادي سويب رائع، بس يتخطى الجميع وتطلع ضربة حرة لصالح دفاعات الطائرات. حماد عاطف لعب يعني في الصيادين، وبعدين لعب في الشرطة سنوات، واتنقل لفريق الشرقية. ودي بطولة أفريقيا رقم 35. ال 34 بطولة السابقة فاز فريق الشرقية ب 27 بطولة، وفاز نادي مصنع الطائرات اللي قدامنا النهارده ببطولة، وفاز نادي ايسترن ببطولتين اللي هو الشرقية للدخان، وفاز نادي الشرطة اتحاد الشرطة الرياضي ببطولتين، وفاز نادي الجيش الكيني ببطولة. ودي البطولة رقم 35. كل الأمنيات والتوفيق لمشاهدة مباراة ممتعة تمتع جميع الجماهير، ويعني يفوز من يلعب أفضل. الفرقة الأحسن هي اللي تكسب. فرقتين من مصر، والميدالية الذهب وكاس البطولة هيبقى لمصر، والميدالية البرونز الفضة هتبقى لمصر برضو، والبرونز حسمها نادي بور فؤاد منذ قليل وفاز بالمركز الثالث. طبعا نظام البطولة نظام قوي، ان اول المجموعة الاولى يلاعب اول المجموعة الثانية على المباراة النهائية. اول المجموعة الاولى الشرقية بيلاعب اول المجموعة الثانية نادي مصنع الطائرات. حماد عاطف بيرفع فليك لقدام تتخطى الجميع، تطلع ضربة جانب لصالح الطائرات. لالا كابتن فريق الطائرات وبيرفع فليك لقدام، تيجي في مضرب عمرو من الشرقية وتوصل لابو تريكة، توصل تاني لاشرف، وفاول على الشرقية سكرين فعلا ابستراكشن، خدها لعبه وبيرفع فليك لقدام. وحماده عاطف الافريقي القوي بياخد الكرة ويلعبها لمحمد اسامة. ومحمد اسامة يعني من ناشئي الشرقية كده ومنتخب مصر، وزملائه في 2006 يوسف وسام اسامة. محمد اسامة في طالب في كلية الهندسة. وادي تاني فرصة رائعة تاني احمد جمال عبد الله، وشوطة بجوار القائم الايمن لمحمد مصطفى. فرصة هنا وفرصة هنا. احمد جمال عبد الله طبعا ابن كابتن جمال عبد الله هداف افريقيا، وعمه كابتن مجدي عبد الله احسن لاعب في افريقيا، وعمه الشاذلي المعلق الرياضي لرياضة الهوكي. وتاني بتطلع ضربة حرة لدفاعات الشرقية. حماد عاطف بيلعبها ناحية اليمين لإيزا. طبعا كان في كده ان واخد كارتين إيزا اصفر، فكان في نقاش كده في لوائح البطولة هل يحق له اللعب ام لا. اهو لعب وبدأ بيه المباراة. إيزا افضل يعني لاعب في فريق الشرقية في المباريات السابقة، احرز بنالتي كورنر كتير وهداف الفريق من دراج فليك، ومن لاعب منتخب مصر. و
كان يعني لعب في أندية كتير، كان آخرهم يعني بدأ في الصيادين واتنقل لسموحة، وحاليا هو لاعب هذا الموسم في فريق الشرقية للهوكي. يا ترى يا هل ترى ايه اللي هيحصل في المباراة دي؟ مباراة على قمة افريقيا، والفرقتين كبار، ومنافسة كبيرة جدا في الدوري المصري ما بينهم، وفي كاس مصر وفي السوبر، يعني بطولات كبيرة جدا في جعبة كلا الفريقين. هنشوف ادي موكشا بيعدي كده، موكشا هداف افريقيا واحسن لاعب افريقيا ومحترف في فرنسا، بينزلها لتحت لمحمد اسامة، ياخدها حسام رجب وطالع بالكرة لقدام، ياخدها اشرف بيلعبها، بياخدها لعبه من الطائرات، ولعبه بيرفع فليك لقدام لمحمد نصر، وخطره جوه الدايره، والهدف الاول، الهدف الاول لنادي مصنع الطائرات في هجمه كده، فليك حسام يلعبها لقدام، توصل لحسام يعدي من واحد التاني ويصوبها على يمين مصطفى ليحرز محمد نصر الهدف الاول لفريق نادي مصنع الطائرات، لتصبح النتيجة 1 الطائرات لا شيء. الشرقية يحرزه محمد نصر لاعب نادي الطائرات في الدقيقة كده ال10، وفاضل 5 دقايق على نهاية الشوط الأول، والتقدم للطائرات. طبعا فرصة هنا وفرصة هنا، والطائرات قدرت تبادر بالتسجيل وتجيب هدف من فري جول، يعني فيلد جول كده، هدف من الملعب. وتاني دفاعات الشرقية بتمرر، حمادة عاطف ليزا، وحمادة بيرفع فليك لقدام، توصل للالا، بياخد الكرة وبيستلمها وبيلعب لحسام رجب، حسام بيلعبها لعبه بيلعبها ناحية اليمين لحمدي، حمدي بيطلع الكرة لقدام وبتاخدها دفاعات الشرقية، وغنيم بيعمل سيلف باص، تمريرة ذاتية، وبتوصل بيرفع فليك قدام لموكشا، وعبد الله تيجي في مضرب عبد الله وتطلع خارج الخط الخلفي، ضربة حرة لدفاعات الطائرات. فاضل 4 دقايق، 1 الطائرات لا شيء الشرقية. ولالا بتيجي في محمد أسامة رجله وتوصل لمحمد نصر صاحب الهدف النهارده، وتاني لالا بيعمل تقدم للامام كده بالكرة، وتاني النصر الناحية الشمال للطائرات قوية جدا، محمد نصر بيعدي من واحد والتاني وبيوصل لجوه الدايرة، وخطيرة وباك ستيك، خطأ على مهاجم الطائرات باسم، يعني فرص كده ضائعة من الطائرات، فرصتين للطائرات وفرصة للشرقية، ومباراة على بطولة افريقيا. ادي اشرف بيلعبها لقدام وبياخدها نادي الطائرات اللي متقدم 1، وغنيم لإيزا، إيزا لسه ما اشتغلش، وادي تبديل اهو، أسامة طلع ونزل مكانه عبد الرحمن منصور رقم 8 من الشرقية. طبعا كابتن سيد جاب الله كده بيجري تبديلات بقى، تنشيط الفريق، عايز يعوض الهدف. تاني بتوصل ناحية الشمال لغنيم، وغنيم بيطلعها لقدام وجوه الدايرة، وتيجي في دفاعات الطائرات وياخدوا في منها فاول، ضربة حرة فري هيت لصالح دفاعات الطائرات. وحسام رجب بيلعبها لاخوه مصطفى رجب، لعبه ناحية الشمال للالا، تيجي في مضربه لالا عبد الله انور كابتن فريق الطائرات، وتطلع ضربة جانب لصالح
الشرقية وهجمة للشرقية وتطلع فاول لصالح الشرقية. مناشي من زيمبابوي بيأكد على ان لعب الكرة من مكانها وتيجي في مضرب لالا وتطلع ضربة ركنية لصالح فريق الشرقية. الشرقية بتلعب الكرة لورا، بتحاول تشوف ثغرة كده بتفكك دفاعات الطائرات، وتاني تشتيت للكرة من حارس مرمى الطائرات محمد مصطفى، توصل لحمادة عاطف. حمادة عاطف بيطلع الكرة لقدام لسعيد كمال. سعيد بياخد الكرة وبيطلع بيها لقدام وعدى كده ووقع في الارض وبياخد فاول، ومضرب باسم وقع منه، ومناشي من حكم زيمبابوي بيحذر باسم، بيقول له لازم تلتحم وانت ماسك المضرب، لو المضرب وقع تاني منك على الكرة يبقى في كارت. وادي اشرف بيلعبها ناحية اليمين، بتاخدها دفاعات الطائرات وتشتتها كده وتبقى ضربة جانب للشرقية. تاني الشرقية ايزا بيرفع فليك، يا سلام رائع جدا، وضربة ركنية جزائية لان هي كانت رايحة لسعيد كمال وتدخل فيه معاه مدافع الطائرات، خطأ متعمد داخل منطقة ال23 وخارج دايرة التصويب. فالحكم مناشي من زيمبابوي بيحسب ضربة ركنية جزائية الأولى لفريق الشرقية، وباقي 56 ثانية. يا ترى هل ترى ايه اللي هيحصل؟ هل في عندنا بلوك في ايزا بيلعب اهو دراك فليك، ايزا واقف اهو، حمادة عاطف. مين اللي هيشوط؟ اللي هيعملها دراك فليك في المرمى هنشوف. وخطرة جدا، وادي بيرفعها احمد جمال واتثبتت وايزا والهدف الاول. يا سلام يا ايزا، يا سلام يا ايزا، بيعدل النتيجه وسجدة شكر من اللعيبه، وبيحرز ايزا الهدف الاول من ضربه ركنيه جزائيه جميله على يسار محمد مصطفى ليعدل النتيجه وتبقى 1 الشرقيه 1 الطائرات في مباراه جميله مستمتعين بيها كلنا متابعي ومشاهدي قناة اون تايم سبورتس ومحبي الهوكي. كلنا مستمتعين بنهائي بطولة افريقيا للأندية ابطال الدوري بين فريقي الشرقية والطائرات. تاني اسلام بيلعبها بتوصل لابو تريكة، ابو تريكة بيرجعها للعبه، وتاني فليك بتوصل لمحمد منصور اللي بيشوطها ومصطفى بيصدها حارس مرمى الشرقية. وادي جماهير الطائرات وجماهير الشرقية يعني تشجيع كده، وتاني وطلعت خارج الخط الخلفي وصفرت نهاية الشوط الأول، والنتيجة 1 الشرقية 1 الطائرات. استراحة قصيرة لمدة دقيقتين ثم العودة مرة أخرى لفعاليات المباراة.